بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في الرياض الحبيبة، ومن قصر عامر إلى قصر عامر، ومن عند مطرق إلى مطرق آخر. واليوم في ضيافة من يربطنا به الدم والقربى والعنوة والخوة والمرجلة واللغة وأيضا الوطن، ويربطنا به كثير. احنا في ضيافة رجل يعني حياته لو لخصناها فهي كلها إنجاز وإصرار حتى وصل لمبتغاه، وأسأل الله أن يمد في حياته. محتار وش أقدمها، أقول عميد سابق وأحد رجال الدولة السعودية المخلصين، ولا أقول رجل أعمال وهو ناجح في هذا المجال ويملك الشركات ويملك المال، ولا أقول سياسي مخضرم ورئيس لمركز القرن العربي للدراسات السياسية. والله أني احترت ولا يكفيه أن أقول أخوي الغالي سعد بن عمر آل عمر. الله يجود عليك يا أبو محمد. وعليك إن شاء الله وعلى السامع. كثر خيرك. أطريتني الله يحفظك. تستاهل، كل ما قلت صحيح. سلام. وأنت كرمتنا الليلة كرمتي الأولى بكرامة كل وافي اللي ما هي بغريبة عليك. أبوك عمر بن محمد جعله في الجنة، كان يكرمه ما بالدنيا شيء، يتعرض الضيف حتى في الشارع ويضيف ويكرم، جعله في جنات النعيم، فلا هو بالطيب غريب عليك. لكن كرامتك الثانية أنك تسببت في أن نقابل أحد الأشخاص اللي نحبه ونحب قبائله ونحب والده جعله في الجنة، ونحب أيضا أخوانه، سعادة المهندس والرجل المخضرم أيضا ورجل الأعمال أخوي علي بن عبد الله بن داغش الغامدي. أرحب يا أبو عبد الله. الله يبقيك ويسلمك ويعطيك العافية، وشكرا على الكلمة الجميلة هذه اللي ألقيتها، وأنت صراحة شيء مفخرة لنا جميعا. الله يرفع قدرك يا أبو عبد الله، يمد في حياتك. أبو عمر، سلام. أبغى أسوي معك لقاء بس محتار. هو أنا أتكلم في السياسة، وأنا أتكلم في الإرث القبلي وأنت خبير فيه، وأنا أتكلم في الموروث المجتمعي وأنت أيضا خبير فيه، وأنا أتكلم فيه. لكن في جانب جميل أنا أحبه وأكيد المتابعين يحبونه وأنت تحبه، وهو شخصية أنا أقول في بعض اللقاءات إذا بغيت تزعل لكل بي تكلم في 3 حاجات: الملك سلمان والوطن وسعد بن جدلان. هذه عندنا خطوط حمراء. يا سلام عليك. يربطك علاقة مع أبو محمد ملك الشعر، هذا الأديب المخضرم، لأكثر من 40 سنة و50 سنة. بداية ودي تكلمني عن بداية معرفتك مع سعد بن جدلان، وش يعني لك سعد بن جدلان؟ الله يحييكم أولا وآخرا، ومرة ثانية أقول أطريتني يا أبو عبد الله، الله يطول عمرك. فأنا ابن عم، والكلام اللي تقوله قد يكون لا في محله مأخوذ علينا جميعا، ولكن المدح طيب. سعد الله يرحمه تعرفت عليه بدري، يمكن 1406 بعد ما سمعت له قصائد. وتعرف الشاب يكون مغرم بقصائد الهوى طبعا، فكانت أول قصائد قصائد الهوى. وجدت عند الرجل ذا أسلوب جديد وممتنع، وأيضا تحفظ قصيدته بسرعة. فمن خلال اتصال مع الزملاء جاني للرياض، وصارت العلاقة مع سعد، واستمرت من عام 1406 مرورا بأزمة الخليج. وبعدها بدأ يطلع على الإعلام. هو ما كان يحب يسجل، كنت أحاول أني أسجل له، لأن بعض الكلمات أو بعض القصائد العذبة ما تحفظها، من عذوبتها تستمتع بسماعها وقراءتها وما تقدر تحفظها. إلى حتى 1417 قلت خلنا نسوي لك ديوان شعر، فسوينا له ديوان شعر. كان وقتها نقلة كبيرة جدا على مستوى الشعر الشعبي. الاسم، حتى الاسم قلد، اللي هو اسمان الهرج. اللي هو اسمان الهرج. نعم. الإخراج قلد. كثير من الأشياء قلدت فيه، لأنه الناس يقلدون زي ما يقول المنتصر دائما. فمن 2017 بدأ ديوانه هذا يضرب أرقام قياسية في التوزيع، لأنه ما كان في تواصل اجتماعي. يمكن بعد 1420 بدأ التواصل الاجتماعي والنت، فدو الناس يكتبون قصائده في النت، فهبطت الكتب واللغات. أيضا بعدها بفترة صار التواصل الاجتماعي اللي هو الإنترنت والسناب، خلاص ما يمدي يقول حرف إلا وينتشر على مستوى المملكة. فسعد له أسلوب معين وأسلوب رائع. أول أسلوبه أنه سهل ممتنع، ويعني يغوص في أعماق الوصف بطريقة كمالية. يعني قصائده كلها كمالية. أنا أستطيع أقول قصائد سعد بن جدلان كمالية. إذا مدح
كمالي، إذا وصف كمالي، إذا حب كمالي. يقول عام 20 ما طلع طلعتك لباس العقال الله في بني هاشم وحاشد وبكيل الله للملك عبد الله. الله يعفو عنه. فمدحه كمالي ووصفه أيضا كمالي، وغزله كمالي. مرة يقول في دبي في قصيدة موجهة الفزاع: كمال في الوصف، أنت يا لا إله إلا أنت يا قضاي حاجات البرية، أنت يا رب القضاء الأعلى ولا يعلاك قاضي. سبحان منتهى الكمال في الوصف، منتهى الكمال في الوصف. أيضا في وصف الفراق، أو في وصف اللوعة، أو في وصف المعاناة دائما يذهب إلى الكمال في كل شيء. أي شاعر، هو الشعر عبارة عن وصف، لكن وصف سعد كمالي. شاعر الوصف الأول هو الشاعر، أي شاعر هو شاعر وصف. حتى الرسام، هو رسام يرسم، يصف لك غدير، بيت شعر، شيء يصفه على اللوحة. الشاعر نفس الطريقة، لكن سعد وصفه كمالي. أنا أقول إنه الشاعر هذا شاعر كمالي بكل معنى الكلمة. وأي قصيدة ندخل فيها نلقاها يعني يعتمد أنه يجيب للأخير، يجيب الوصف الكمالي أو النقطة الكمالية في القصيدة. طيب، كناقد ومطلع ومتابع يا أبو عمر، سعد أصبح مدرسة شعرية، المدرسة الجدلانية. هل الآن فيه من يمثل هذه المدرسة ولا باقي ما جاء خليفة لسعد في أسلوبه، في وصفه، في شوف، كل شاعر له مدرسة معينة وأسلوب معين، لا يمكن حتى ولد الشاعر ما يطلع زيه.